صناديق التقاعد بالمغرب ستنتهي في هذا التاريخ. أفاد تقرير حديث صادر عن المرصد العمل الحكومي أن صناديق التقاعد بالمغرب تواجه خطر الإفلاس، حيث يشير التقرير إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد سيستنفذ احتياطاته البالغة 68 مليار درهما بحلول سنة 2028، ويبلغ قيمة العجز أكثر من 7 مليار درهم، حيث يعود أول عجز ظهر به إلى سنة 2014. ويرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى حجم الدين الضمني المرتبط بالحقوق المكتسبة في الماضي، حيث سيحتاج الصندوق إلى 14 مليار درهم على أساس سنوي لمواصلة الوفاء بالتزاماته. ومن جهة أخرى يعيش صندوق النظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد وضعا أفضل، حيث يشير التقرير إلى أنه رغم العجز الذي يشهده منذ 2004 والبالغ أكثر من 3 مليار درهم، فإن وقوعه على حافة الإفلاس الكلي لن يحدث إلا في 2052، وذلك بسبب احتياطاته المهمة والبالغة 135 مليار درهما.